لقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل رضا الوالدين علامة على رضا الله جل وعلا عنك. إن رضي عنك والداك فاعلم بأن الله جل وعلا راض عنك، وإن سخط عليك والداك فاعلم بأن الله جل وعلا ساخط عليك. لا تستهن، لا تستهن يا من تنظر نظرة سوء إلى أمك أو إلى أبيك. لا تستهن بدعوة والدك عليك ولا بدعوة أمك عليك، ورب الكعبة ستخسر دنيا وأخرى. قال عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالدين، رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخطهما. معك ترمومتر دقيق تستطيع أن تقيس به رضا الله عنك. رأيت الرضا على ألسنة والديك وفي دعائهما لك، فأبشر بالخير في الدنيا والآخرة. وإن أغضبتهما أو نهرتهما ويا للمصيبة ويا للعار أو ضربتهما ستشل يمينك وتشل حياتك. ولا تستهن بهذا الذي أقول، بل لو كان والداك كافرين مشركين يجب عليك أن تحسن إليهما وأن تحسن صحبتهما. فكيف إذا كان الوالدان مؤمنين صالحين؟ فالإحسان إلى الوالدين يا أولادي ويا بناتي ورب الكعبة يفرج الكربات ويزيل الظلمات بفضل رب الأرض والسماوات. ائتوني برجل حتى ولو لم يكن مسلما يحسن إلى والديه يعيش في ضنك، يعيش في شقاء، بل في سعة،